عمرك قبل كده رضيت باللي ربنا كتبهولك وحسيت ان هو خير مع ان الظاهر عكس كده تماما؟ لما هتسمع القصة دي هتعرف ان في حاجات كتير قوي في حياتنا تبان انها شر، ولكن هي قمة الخير والعكس صحيح، وان مش كل اللي بيلمع ذهب. قصة الاخوة والصندوق من التراث القديم، تعالوا معايا اقول لكم الحكاية باختصار. بقى ان كان في شيخ كبير من مشايخ القبائل، كان ليه 4 اولاد، ولما حس الشيخ ده ان هو تعبان وقرب يموت طلب من الخادم بتاعه 4 صناديق، ومن غير ما اي حد يعرف حط في كل صندوق منهم حاجه وكتب على كل صندوق اسم واحد من اولاده. وبعدين جمع اولاده ال4 وقال لهم ان الدنيا فانيه وانا قسمت عليكم ممتلكاتي اسمة العدل، وكل واحد حقه موجود في الصندوق اللي مكتوب عليه اسمه، افتحوهم بعد ما اموت وارضوا بالمكتوب، ولو اختلفتم مع بعض في حاجة تروحوا للحاكم الفلاني، وقال لهم على اسم واحد يحكم بينهم. وبعد كام يوم الشيخ ده اتكل على الله ومات، وعياله ال4 اتجمعوا واتفقوا بقى انهم هيفتحوا الصناديق وكل واحد هيرضى بالمكتوب. ها متفقين؟ متفقين. ولما فتحوا الصناديق اكبر واحد فيهم لقى في صندوقه السيف وخاتم الرياسة والراية، والتاني لقى رمل وحجارة، اما بقى التالت فلقى شوية عظم، اما بقى الرابع لقى الذهب والماني. ايوه كده، هو ده اللي ليه نصيب الاسد. وطبعا كله رشق عينه في صندوق الرابع اللي فيه الذهب والفلوس، واختلفوا مع بعض، وبعدين افتكروا وصية ابوهم الله يرحمه انهم يروحوا للحاكم اللي قال لهم على اسمه لو اتخانقوا مع بعض. كان قلبه حاسس، وفعلا اتفقوا انهم يروحوا، والراجل ده كان بعيد عنهم، فجهزوا الشنط وسافروا للراجل. وهم في الطريق لقوا تعبان كده صغير ماشي، فاخوهم الصغير راح عشان يستفزه كده ويضرب التعبان، فالتعبان اتجنن وفتح بقه كان هيبلعه، لدرجة ان هو كان هيسد عليهم بالطريق، فحاولوا ان هم يبعدوا عنه لحد ما نجيوا منه وكملوا الطريق. فشافوا جمل تخين كده وملظلظ، والجمل ده كان موجود في مكان فاضي لا فيه عشب ولا فيه اكل. غريبة، امال الجمل ده صحته حلوة كده ازاي؟ المهم انهم كملوا طريقهم، فشافوا جمل تاني يا عيني نحيف كده ومش قادر يقف على حاله، مع انه في ارض خضراء ومليانة بالخيرات، فاستغربوا ان الجمل ده هو اللي نحيف كده، والجمل التاني اللي في ارض فاضيه هو اللي تخين وملظلظ. وخلاص قربوا يوصلوا، شافوا طائر بين شجرتين، كل ما يطير ويقف على شجره الشجره تخضر والشجره التانيه تدبل وتصفر، يرجع يقف على الشجره الدبلانه فتخضر والتانيه اللي سابها تدبل وتصفر. اتروشوا. المهم بقى انهم وصلوا للقريه وسالوا على بيت الحاكم ودلوهم، فخبطوا على الباب، طلع لهم شيخ كبير كده ونظره ضعيف، فسالوه عن الحاكم، قال لهم ده اخويا الكبير وموجود في البيت ده، وشاور لهم على بيته. فراحوا للبيت وهم عمالين يقولوا لنفسهم ازاي الراجل ده هيحكم بينا، ده اخوه الصغير خلاص بيودع، هو هيبقى عامل ازاي؟ فخبطوا على الباب، فخرجت ست ذوق كده استقبلتهم بترحيب، فسالوها عن الراجل، فقالت لهم فعلا ده بيته، ادخلوا للمجلس لحد ما يجيلكم. وراحت هي جهزت القهوه وجابتها، والراجل دخل وسلم عليهم، فلقوه نشيط كده وصحته كويسه جدا وصحته حلوه ومش عجوز زي ما كانوا فاكرين. فقالوا له احنا من قريه كذا، واحنا بصراحه كنا جايين عشان نسالك على حاجه واحده بس في الطريق شفنا 4 حاجات اغرب من بعض، فاحنا دلوقتي عايزين نسالك عن 5 حاجات. فقال لهم ابداوا بال4 حاجات اللي شفتوها في الطريق. فاكبر واحد فيهم قال له واحنا في الطريق شفنا تعبان صغير، ولكن لما واحد فينا استفزه وقرب منه فتح بقه وكان هيسد علينا الطريق لولا ان احنا هربنا منه. فالقاضي قال لهم ده الشر، فاوله بيبقى صغير، ولكن لما حد بيقرب منه ويدخل فيه بيكبر ويبقى متوحش لدرجة ان هو ممكن يبلعه. قال لهم ها ايه الحاجة التانية؟ فقالوا له شفنا جملين، جمل منهم كان بيرعى في ارض فاضية جدا ما فيهاش اي خير، ولكن كان تخين كده وصحته كويسة، والتاني كان بيرعى في ارض خضرة جدا ومليانة بالخيرات، ولكن كان نحيف وحالته وحشة جدا. قال لهم الجمل الاول اللي صحته كويسة ده الراضي والقانع باللي ربنا اداهوله وبيقتنع باللي في ايده ومرتاح في الدنيا، ولكن بقى الجمل التاني ده زي الراجل اللي عنده فلوس كتير ولكن لا بيشكر ربنا ولا مقتنع اساسا بالنعمه اللي عنده، عشان كده هو مش قادر يستفيد باللي في ايده لانه عايز اكتر وما عندهوش رضا. قال لهم ها ايه الحاجه الثالثه؟ قالوا له شفنا طائر بين شجرتين، كل ما يطير ويقف على شجره تخضر والشجره الثانيه تدبل، يطير على الشجره الدبلانه تخضر
تخضر والتانية تدبل. قال لهم ده الراجل اللي متجوز 2 لما بيروح لواحدة فيهم التانية بتزعل وتدبل، ولما يروح لها بترضى والتانية هي اللي بتزعل. قالوا له بقى اما الحاجة الرابعة اننا لما دخلنا القرية دلونا على بيتك، ولما خبطنا فتح لينا شيخ عجوز وقال لنا ان هو اخوك الصغير، ولما جينا لقيناك بسم الله ما شاء الله صحة وعافية وكأنك انت اصغر منه. قال لهم اخويا ده عنده زوجة صليطة اللسان، بقها ده بينقط سم، بتديله كلام زي السم كل شوية، ربنا يفرج همه. اما انا بقى عايش عيشة حلوة، زوجتي صالحة وامينة، يعني لما انتوا جيتوا كنت انا نايم فما صحتنيش غير لما جهزت القهوة الاول، وجيت ليكم وانا نشيط ومرتاح. الزوجة الحنينة رزق برضه. قالوا له بقى الحاجة الخامسة اللي احنا اصلا جايين عشانها ان احنا ابناء شيخ قبيلة كذا، وقبل ما يموت ابونا قسم علينا ممتلكاته في صناديق ما تتفتحش الا بعد وفاته، ولما مات ابونا فتحنا الصناديق واكبرنا لقى في الصندوق بتاعه السيف والختم والراية، والتاني الرمل والحجارة، والتالت العظم، اما الرابعة بقى الفلوس والذهب، وابونا وصانا نجيلك لو اختلفنا عشان تحكم بينا. قال لهم ايه بقى؟ قال لهم ابوكم ده راجل حكيم وادى كل واحد اللي يستحقه، فاللي نصيبه السيف والختم والرايه ده هيبقى شيخ القبيله، وهو بدل ابوكم وعليكم السمع والطاعه ليه وترجعوا له في كل اموركم، واللي نصيبه الرمل والحجاره فده ليه كل البيوت والعقارات والاراضي، واللي نصيبه العظم فده ليه كل المواشي والخيل والابل والابقار والاغنام. اما بقى الرابع اللي نصيبه الفلوس والذهب فهو اضعف واحد فيكم، اوصيكم بانكم تفتكروه لما تخلص فلوسه وتكونوا دايما ايد واحده. فخرجوا من عنده وهم راضيين جدا ومبسوطين وبيدعوا لابوهم بالرحمه. والقصه دي بقى تعلمك انك لازم تكون راضي باللي معاك علشان تعيش مرتاح ومبسوط، وما تبصش للي في ايد غيرك، لان اللي معاك ممكن يكون احسن من اللي مع غيرك، وانك تبعد عن الشر لانه في النهايه هيكون فيه هلاكك، وانك لما تختار زوجه تكمل معاك حياتك تختار الاصيله الامينه بنت الاصول اللي تريحك العمر كله مش تجيب لك الامراض. ولازم نتعلم اننا ما نفرقش بين الاولاد، لان التفرقه بينهم بتزرع جواهم كرههم لبعض وحقدهم على بعض. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في القصه، واقترحوا عليا موضوعات جديده، وما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل رابط الحسابات في صندوق الوصف.